بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. كل سنة وحضراتكم طيبين. أولا بمناسبة تدشين الكنيسة في مذابحها الثلاثة وأيضا تدشين أيقونات الشرقية، وفي مناسبة عيد شفيع هذه الكنيسة القديس تكلا هيمانوت في عيد نياحته 24 مصر. والنهاردة الأحد الرابع في شهر مصر، ويعتبر من الناحية الكنسية الأحد الأخير في السنة القبطية. على اعتبار ان ممكن ايام النسي ما يجيش فيها يوم حد، فيبقى ده الحد الاخير في السنة القبطية. لكن السنة دي ايام النسي اول يوم فيها حد اللي هو الحد اللي جاي. الكنيسة بتختار في الاحد الاخير في السنة بتختار الانجيل المقدس الذي يتحدث عن نهاية الايام والمجيء الثاني، وطبعا ده مناسب للزمن. وفي 3 مواضع رئيسية في العهد الجديد تتحدث عن المجيء الثاني. الموضع الأول في متى 24، والموضع الثاني في مرقس 13 اللي هو بتاع النهاردة، والموضع الثالث اللي بنقراه كلنا في ليلة أبو غلمسيس في سفر الرؤيا. في سفر الرؤيا، باعتبار ان السفر كله بيحضر الانسان للمجيء الثاني. توجد شهوة في قلب الانسان نسميها شهوة الالتقاء به، وشهوة الالتقاء به تعني ان الانسان يمتلئ في قلبه اشتياقا وحنينا وشوقا لمجيء المسيح. زي آخر آية في الإنجيل، آخر آية: أمين تعالى أيها الرب يسوع. أمين تعالى أيها الرب يسوع. أحب أقف وياكم عند هذه الكلمات: أمين تعالى أيها الرب يسوع. الإنسان الذي يشتاق في قلبه لمجيء الرب، وكنيستنا بتعلمنا ده بطريقة زمنية وبطريقة مكانية. من ناحية الطريقة المكانية نحن نؤمن أن الله في كل مكان، أنك تصلي شرق ولا غرب، شمال ولا جنوب، ربنا موجود في كل مكان. لكن في الأمور الطقسية ومن الناحية المكانية كنيستنا تقول لنا أن دايما الشرق يبقى هو موضع اتجاه المصلين، والشرق اللي هو موطن النور يبقى هو حتى واحنا قاعدين في الكنيسة، حتى مجرد القعدة هي تعبير عن اشتياقنا لمجيء المسيح. كأننا بنقول له كلنا احنا مستنيينك اهو، احنا قاعدين كلنا منتظرينك في اتجاه الشرق، لأن المسيح الذي صعد شرقا من ناحية الشرق سيأتي من ناحية المشارق أيضا. ده من الناحية المكانية. من الناحية الزمنية، واحنا بنصلي دايما في الصلاة الرسمية اللي هي صلاة القداس، نسمع الشماس يقول ايه: ايها الجلوس قفوا. والمرد اللي وراه على طول يقول: والى الشرق انظروا. طبعا العملية مش عملية مجرد شكلية. ايها الجلوس قفوا غالبا احنا ساعتها بنبقى واقفين، فيعني الشماس ما قالش حاجة جديدة. طب ليه بيقول كده؟ كلمة أيها الجلوس قفوا تؤخذ بالمعنى الروحي فيها،
أيها الجلوس قفوا، يعني أيها الإنسان الذي أنت جالس في الخطية قف واترك الخطية، وقف. فالوقوف علامة استعداد، والجلوس علامة استرخاء. فيقول لنا كده أيها الجلوس قفوا، هذا نداء توبة. كأن الشماس والكنيسة بتنبهنا، بتقول لك لو كنت قاعد في الخطية بأي صورة من الصور، لا، اترك الخطية وقف واستعد. أيها الجلوس قفوا. ويكمل الشماس المرد الثاني ويقول لنا وإلى الشرق انظروا. برضو احنا قاعدين في الكنيسة أو واقفين في الكنيسة منتظرين تجاه الشرق، ناحية الشرق. فبرضو الشماس يعني ما جابش حاجة جديدة من عنده، طب ما احنا كلنا باصين للشرق. لكن لما بيقول وإلى الشرق انظروا، يعني اجعل نظرة قلبك وعيني قلبك مرتبطة بالشرق الذي هو موضع مجيء المسيح الثاني، مكان المسيح الثاني. ودي حاجة جميلة خالص، ان حتى في قعدتنا وقفتنا وفي مرداتنا ان احنا نعيش شهوة الالتقاء به او شهوة الحنين للأبدية. وانا احب لما ترجعوا البيت النهاردة افتح انجيل مرقس اصحاح 13 واقراه بتمعن الاصحاح كله، لانه بيتكلم على مشاهد من وقت مجيء السيد المسيح، كيف سيأتي وما هي العلامات. بس عايز اسألك سؤال، اقول لك معلومة جميلة قوي، ان 4 تلاميذ التفوا حوالين المسيح اسمهم بطرس ويعقوب ويوحنا واندراوس، وراحوا كده ويا المسيح لوحدهم هم ال4، وقالوا له يسوع عايزين نسألك سؤال، هو لما تيجي مرة تانية العلامات بتاعت كده ايه؟ السؤال بقى هو اشمعنى ال4 دول اللي راحوا يسألوا؟ اشمعنى؟ هقولك. ال4 دول بيمثلوا 4 علامات للإنسان السائر في طريق المسيح. بطرس يمثل الإيمان اللي هو قال له في يوم من الأيام في حضور كل التلاميذ، وعلى هذه الصخرة، صخرة الإيمان اللي أعلنه بطرس بحضور كل التلاميذ كأنه كان لسان حال التلاميذ، أبني كنيستي. ويعقوب بيمثل الجهاد، لأن ده أول تلميذ استشهد في مجموعة أو في التلاميذ ربنا يسوع، جهاد. ويوحنا بيمثل المحبة، مش ممكن توصل للمسيح من غير محبة. وأندراوس، كلمة أندراوس معناها رجل قوي، أو يعني باللغة بتاعتنا، باللغة الشعبية بتاعتنا رجل جدع. ودي مش معناها للرجال والنساء، لا، ده هي تعبير عن النضوج الروحي، زي ما بيقول لنا الكتاب كونوا رجالا، بيقول لنا كلنا. حط بقى ال4 دول كده كلهم ويا بعض، بطرس الإيمان، ويعقوب الجهاد، ويوحنا المحبة، واندراوس النضوج. ال4 دول هم اللي هيقابلوا المسيح. يعني ايه؟ يعني إذا توفر فيك هذه ال4 يبقى أنت شخص ماشي في طريق ربنا وتتقابل مع المسيح. إيمانك القويم وجهادك الروحي ومحبتك القلبية ونضوجك في كل يوم بيقربك للسماء. طب مين بقى اللي هيروح السماء؟ يقول لنا الكتاب كده المختارين. وانتوا بتقروا الانجيل لما تروحوا البيت تعال عند كلمة المختارين وحط كده تحتها 2-3 وفكر فيها عشان تبقى منهم. المختارين اللي يبقى لهم نصيب في السماء. تعال اقول لكم بعض اشكال هؤلاء المختارين.
من المختارين الذين يعيشون في التوبة، أو ما نسميهم التائبون. يعني إيه التائبون؟ يعني الإنسان اللي بيحاول يخلي قلبه نقي باستمرار. بيحاول زي ما بنخلي بيوتنا نظيفة، بنحاول نخلي قلوبنا أيضا نظيفة أو نقية. واحد بيحاول وبيحاول كل يوم. يمكن العالم يلوث قلبك كده بفكرة، بنظرة، بسماع حاجة، تشوف حاجة، بعلاقة، بحاجة زي كده. تيجي التوبة عشان تنقي الإنسان. في تدريب كده لطيف لما بنروح الدير، أول ما الأخ يخش الدير يقولوا له خد شوال الرز ده نقيه. يبص لشوال الرز كده من فوق لتحت، هقعد أنقي كل الشوال ده؟ ويمكن في بيتهم عمره ما نقى طبق رز حتى. هو التنقية ياخد كده شوية على طبق أو على صينية ويبتدي ينقي حباية حباية ويطلع الحاجة الوحشة بره. ومرة في مرة ينطبع في داخله هذه الصورة الذهنية ان تنقية القلب زي العمل ده بالظبط، انه عمال ينظف. ممكن النهاردة يخلص شوية وبكرة شوية وبعده شوية لغاية ما يخلص كل الكمية. طوبى الأنقياء القلب لأنهم يعينون الله. طوبى الأنقياء القلب لأنهم يعينون الله. يعني كأن الإنسان الذي يسير في التوبة ويعيش في التوبة، أو من نسميهم التائبون، هم اللي يبقوا من المختارين أمام الله. أدي نوع تاني من الذين يعيشون حسب الوصية. إنسان عايش حسب الوصية، وصية الكتاب. وعايش حسب الوصية يعني عايش في كلمات ربنا يسوع المسيح الأساسية. الوصية الأساسية في حياة المسيح لنا: حبوا بعضكم بعض. هما الثلاث كلمات دول، مفيش حاجة غيرهم، وهو ده أصل الوصية. يقول كده مثلا: حب الرب إلهك من كل قلبك، من كل فكرك، من كل نفسك، من كل قدرتك، وتحب قريبك كنفسك. قريبك مين؟ قريبك يا رب؟ قال كل واحد، وخلاها مفتوحة. فالمحبون الذين تفيض قلوبهم بالمحبة هم دول من المختارين. واحد قلبه فياض بالمحبة، والمحبة دي بقى بتاخد أشكال كتيرة. واحد فياض بالمحبة بيخدم، واحد فياض بالمحبة بيتعب، واحد فياض بالمحبة وهو بيربي ولاده وبناته. وانت بتربي ولادك وبناتك بتزرع فيهم المحبة، يوم يكبروا يطلعوا قلبهم شبعان بالمحبة، بيحبوا بعضهم، بيحبوا المجتمع بتاعهم، بيحبوا كل إنسان حتى لو ما كانوش يعرفوه بالاسم. فمن ضمن المختارين منهم المحبون اللي قلبهم مليان محبة فياضة ومحبة لكل أحد. حتى المسيح نفسه في يوم من الأيام قال لنا: أحبوا أعداءكم. ودي ما سمعناهاش في أي مكان آخر. أحب عدوي؟ قال أصلا ملكش عدو. أصلا كل البشر حبايبك، كل إنسان قلبك واسع بالنسبة لكل إنسان. المحبون. نوع ثالث من المختارين اللي يسيروا في طريق المسيح ويستعدوا لمجيئه الثاني: الذين يستخدمون مهاراتهم والنعم اللي ربنا بيديها لهم يستخدموها من أجل خدمة المسيح. ربنا بيدينا مواهب كتيرة. خلي واحد فينا طبيب، وواحد مهندس، وواحد تاجر، وواحد كبير، وواحد صغير، واحد يعمل العمل ده وواحد يعمل العمل ده. مهما يكون العمل صغير إلا أن في مهارة. أظن كلكم تفتكروا القصة الجميلة بتاعة الراهب اللي كان في الدير
بيشتغل خياط بيخيط الجلاليب بتاعت الرهبان، كانش بيعمل حاجة تانية. وحتى ما كانوش بيشوفوه كتير في الكنيسة ولا يشوفوه في التسبيحة كتير. وجه وقت نياحته وهو على فراش النياحة صرخ كده وقال لهم الرهبان حواليه، قال لهم هاتوا لي مفتاح الملكوت. فجروا كلهم وجابوا له الإنجيل اللي كان بيقرأ فيه، قال لهم مش ده. راحوا تاني وجابوا له الصليب اللي كان بيمسكه في ايده، قال لهم مش ده مفتاح الملكوت. راحوا جروا القلاية وجابوا له الأيقونة اللي كان بيقف يصلي قدامها، قال لهم مش دي. قال له غلبتنا، ايه مفتاح الملكوت ده؟ قال لهم الإبرة اللي كان بيخيط فيها. الإبرة دي قد ايه؟ مش حاجة. تصور الإبرة دي الذي استخدمها بمهارته في خدمة الآخرين صارت هي مفتاح الملكوت، صارت مفتاح الملكوت. ودي شطارة الإنسان، إن ربنا أعطانا كلنا نوعيات متعددة من المهارات ومن النعم. كل واحد ربنا عطيله نعمة معينة. النعمة دهيت إزاي تستخدمها وإزاي تقدمها وإزاي تفيد بيها الآخرين. فهذه نوعية من البشر الذين يخدموا الآخر دون النظر لا الجنس ولا اللون ولا الدين ولا العرق ولا أي حاجة. هو بيخدم الإنسان لأنه إنسان. دول برضو من المختارين الذين لهم نصيب في السماء. نوعية أخرى من اللي بيخدموا وبيكونوا مختارين أمام الله الذين نسميهم الكارزون، اللي بيروح يكرز بقى. اللي بيكرز ده بيروح أماكن مجهولة لكيما ينقل اسم المسيح، أماكن مجهولة بكل شكل عشان ينقل اسم المسيح. يروح مثلا في بعض قبائل أفريقيا، يروح في أماكن الوثنية المنتشرة خالص في آسيا، يروح في وسط الأماكن والناس اللي هم تركوا إيمانهم وصاروا ملحدين. بنسميهم هم بيروحوا يكرزوا وبينقلوا البشارة باسم المسيح لإنسان ما عندوش هذه النعمة. اللي بيكرز، واللي بيكرز ده يعني يمكن انتوا تعرفوا ان احنا من ولادنا شباب وشابات بيكرزوا في بلاد كتيرة. عندنا ناس مثلا في ناميبيا، ناس في كينيا، ناس في غانا، في بلاد كتيرة في افريقيا، وبيخدموا بنوعيات كتيرة. ولادنا شباب وشابات أقباط. عندنا مثلا في بلاد زي الفلبين، زي تايلاند، زي الصين. عندنا ولاد وبنات من ولادكم وبناتكم هناك بيكرزوا وقاعدين وبيخدموا. طبعا في اباء بيروحوا لهم، سواء اباء كهنة واباء اسقفة، خدمة. وهكذا في بعض المجتمعات زي في امريكا، بعض الناس اللي ما تعرفش المسيح، بعض الناس ما تعرفش المسيح في استراليا، وهكذا. الكارزون هم قطاع من المختارين لملكوت السماوات. اسأل نفسك دايما باستمرار، هل أنا من المختارين؟ هل حياتك فيها الأمانة وفيها العمل اللي بيمجد اسم المسيح؟ هل أنت قلبك بتزداد شهوة وعايز أشوف المسيح ده؟ ولما تقرأ كلمات بولس الرسول، لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح ذاك أفضل جدا. يا ترى الكلمات دي لها وقعها وتأثيرها عليك؟ النهاردة هو
الأحد الأخير في السنة القبطية، في شهور السنة القبطية. والأحد الأخير ده بيجدد لنا شهوة انتظار مجيء ربنا يسوع المسيح. وطبعا انتوا بتحتفلوا بتدشين الكنيسة، بننتهز الفرصة ونشكر أباء الكنيسة الأحباء. طبعا كنيسة أنبا تكلة مش غريبة عليا، جيتها كتير يعني وعارفها وعرف فيها ناس كتيرة. بنشكر الأباء الأحباء كل واحد باسمه في أتعابهم وفي خدمتهم في هذه الكنيسة العريقة. أيضا شمامسة الكنيسة وخدامها وخادماتها ولجنة الكنيسة وكل اللي بيخدم وشعبها المبارك. ربنا يبارك كده ويعطينا دائما أن تكون قلوبنا مستعدة في فرحتنا النهاردة بوجود نيافة أنبا كيرلس أفامينا ويانا في هذا التدشين. ودايما الكنيسة تبقى فرحانة لما بتكتمل تدشينها، باعتبار ان دي الخطوة النهائية خالص في الكنيسة. والتدشين ده مرة واحدة في العمر، زي شهادة الميلاد كده او زي المعمودية، مرة واحدة فقط. وحلو خالص ان احنا نشهد التدشين ويشهدوا ولادنا وبناتنا الصغيرين ويفرحوا بهذه الكنيسة التي تحمل اسم قديس عظيم، قديس تكلة هيمنوت، صاحب معجزات كثيرة وصاحب سيرة مقدسة كبيرة وصاحب خدمة. زي ما سمعتوا في السنكسار ان هو كان فترات يقضيها في العبادة وفترات يقضيها في الخدمة، والاتنين لا انفصال ما بينهم. يبارك المسيح حياتكم جميعا ويعطينا أن نمجده وأن نستعد لمجيئه الثاني. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين.